ركز الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان هذا العام على شعار نحن معكم للتضامن مع المرضى وعائلاتهم. ودعا الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان الجمعيات بجميع دول الخليج للمشاركة بحملات وأنشطة تساهم في زيادة الوعي بالسرطان، وكرم أفضل جمعية متميزة، حيث حصلت جمعية تفاؤل بالأحساء على جائزة التميز للأسبوع الخليجي التاسع بناء على أنشطتها المتميزة والمتفردة أو الفريدة من نوعها. لمزيد من النقاش والتفاصيل معنا هاتفيا المدير التنفيذي لجمعية تفاؤل فؤاد الجغيمان. سيد فؤاد، هلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. مساء الخير، ونبارك لكم بداية حصولكم على هذه الجوائز أو الجائزة تحديدا التي حصلتم عليها في أسبوع الخليج. حياك الله أستاذ حسن، وشكرا على الاستضافة، والله يبارك فيك. والحمد لله كانت مشاركة قيمة على مستوى دول الخليج، وكانت تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لعوامل الخطورة المسببة لإصابة مرض السرطان. نعم. وش اللي خلى جمعية تفاؤل تفوز بجائزة الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان؟ وش سوت الجمعية؟ طبعا أولا جمعية تفاؤل هي من المؤسسين للاتحاد الخليجي من ضمن أكثر من 45 جمعية على مستوى دول الخليج، وهناك خطط مستمرة وعمل مشترك على مستوى دول الخليج بوضع حملة توعوية على مستوى دول الخليج. بدأت وضع معايير، هذه طبعا جائزة في نسختها الأولى تم إعلانها من قبل الاتحاد، بحيث أن يكون هناك عدة معايير. من أهم هذه المعايير التخطيط السليم، وأيضا الشراكة المجتمعية لكافة القطاعات سواء كانت حكومية أو غير ربحية وكذلك إعلامية، بالإضافة إلى التنوع والابتكار في البرامج والأنشطة المقدمة للتوعية. كان من أبرز أعمال جمعية تفاؤل إقامة 5 معارض توعوية، وحاولت أن تصل إلى الناس في مختلف محافظة الأحساء في شرقها وغربها ومدنها الرئيسة، بحيث يكون هناك توعية عامة عن عوامل الخطورة، وأيضا نشر ثقافة الكشف المبكر عن الأورام. والحمد لله حققنا مستهدفات عالية جدا في عدد الزوار، والمشاركة أيضا في مهرجان التمور أيضا بركن، بالإضافة إلى المنتزه الملك عبد الله أيضا بالتعاون مع جمعية الطرف، بالإضافة إلى جمعية العمران. والحمد لله كان هناك توسع في وصول صوت التوعية لأكثر من مدينة. ايضا من الاشياء الجميله الشراكات، كانت هناك اكثر من 90 جهه تعمل ريتويت للتغريدات التوعويه. تم تصميم 31 بوست توعوي بلغات مختلفه، باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، وتم نشرها واعاده ايضا التغريد بها لكافه الجهات المتعاونه معنا، قرابه اكثر من 90 جهه تم عمل ريتويت لهذه التغريدات والتوعيه العامه. ايضا تقديم المحاضرات التوعيه، خصوصا محاضره درء الوقايه وإيصال أهمية الكشف المبكر، أيضا التسويق وتحفيز الناس للكشف المبكر عن الأورام في مختلف مناطق ومراكز ومستشفيات الكشف المبكر عن الأورام، بالإضافة إلى مبادرات المشي. والحمد لله أقيمت 3 مبادرات مشي شارك فيها أيضا آلاف الناس في تحفيز المواطن والمقيم لممارسة النشاط البدني، إسهاما في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية. نعم. ولكن ما الذي يميز جمعية تفاؤل عن غيرها من الجمعيات التخصصية الأخرى ذات العلاقة بالسرطان والتي شاركت معكم في هذه المناسبة وهذا الاحتفاء؟ طبعا اولا التخطيط السليم لابد، هذا من معايير الشيء المطلوب، كان من معايير التميز التخطيط، ان يكون هناك تخطيط لهذه المناسبه بكل تفاصيلها. ايضا اشراك سواء الاتحاد او الجمعيات المشابهه، والوصول الى الناس في كل منطقه الاحساء بشكل عام. الحمد لله كان هناك ايصال رساله الجمعيه، بالاضافه اننا نصل الى باساليب متنوعه في النشر والتوعيه والتثقيفي. من اهمها النزول الى الميدان، استهدفنا 5 مولات، وكان هناك طواقم طبيه تنزل الى المولات وتثقف زوار المولات، وايضا الباعه
في هذه المولات وعن عوامل الخطورة ونشر ثقافة الكشف المبكر، وأيضا الأخبار الصحفية والإعلامية كان لها أيضا دور كبير في قضية التوعية والتثقيف. وأهم حاجة هو أيضا إعداد التقارير المتميزة، سواء من تصوير أو كذلك تغريدات، كلها كانت لها أيضا دور فعال في إيصال الرسالة بطرق مختلفة. وأن نصل بإذن الله تعالى في قضايا أيضا الكشف مبكر من خلال التحليل من خلال اللعاب، وأيضا تسويق هذا الأمر. والحمد لله يعني كشف من خلال الخلايا الحيوية الحمد لله. كان هناك أيضا بالشراكة مع أحد الشركات الخاصة في نحن نسوق أيضا ونصل ونسهل عملية الكشف المبكر واحتمالية الإصابة من هذا المرض. والحمد لله كان هناك تفاعل جيد من قبل المواطنين والمقيمين للوصول إلى مراكز الكشف المبكر وتحليل هذه التحاليل الحمد لله ونتائجها الإيجابية وللآن. بالأرقام كيف تميزت جمعيتكم؟ ما شاء الله 5 معارض أقيمت خلال أسبوع، يعني هذا في حد ذاته عمل جبار وكبير. أيضا 3 مبادرات مشي أيضا وشارك فيها آلاف الناس، أكثر من 2500 يعني مشارك في قضية المشي ومبادرة المشي في مواقع مختلفة. أيضا تقديم الريتويت والنشر إلى أكثر من 100,000 إعادة وتغريدة، يعني متابع لهذه التغريدات كان لها أيضا دور جيد في إيصال رسالة الجمعية والتوعية بهذا المرض وعوامل الخطورة من الأمراض. بعد الأسبوع الخليجي ما هي أهدافكم؟ طبعا أهدافنا مستمرة، احنا ممكن ننشط في الأسابيع الخليجية بشكل أكبر والتوعية بعوامل الإصابة بالسرطان، لكن جميع التفاعل لله الحمد على مدار السنة تعمل. يعني خلال الأسبوع الماضي أو من بداية شهر رمضان كانت هناك عربة الكشف المبكر بالتعاون مع جامعة الملك فيصل والتعاون أيضا مع التجمع الصحي الأحساء. وخلال 20 يوم إلى يومنا هذا آخر يوم إن شاء الله طوال الأيام ليالي كفو في جامعة الملك فيصل كان هناك توعية وتمكين السيدات للكشف المبكر عن الأمراض وخصوصا سرطان الثدي، وأيضا تشجيع الناس للكشف من خلال مراكز الكشف المبكر في مختلف مدن أو محافظات وقرى، وأيضا المدن الرئيسة في محافظة الأحساء. العمل دؤوب في خدمة المرضى طبعا مستمرين بشكل دائم. اليوم نتكلم عن مركز تفاؤل وهو في طور البناء، ومتوقع إن شاء الله يتم الانتهاء من خلال ال6 شهور القادمة. مركز نوعي على مستوى العالم بإذن الله تعالى سوف يخدم الناس أجمع. لماذا نوعي؟ يعني ما الذي يميزه؟ ما يميزه سلمك الله هناك معرض توعوي تقني افتراضي يخدم البشرية. بإمكان أي إنسان في هذه الكرة الأرضية يدخل في هذا المعرض التوعوي التقني الافتراضي ويتوعى عن مسببات المرض وطرق الوقاية. أيضا في كل ما يخدم المرضى، مركز علاج طبيعي، صالون نسائي للسيدات، أيضا مطبخ لتدريب السيدات على الغذاء الصحي، العيادات الاستشارية النفسية والاجتماعية، وحدة العلاج بالفن، عيادة رعاية منزلية، كذلك مكتبة متخصصة أيضا في أبحاث السرطان، بالإضافة إلى قاعات التدريب ومسرح أيضا توعوي تقام فيه الفعاليات المتنوعة بإذن الله تعالى. كل هذا تحت سقف واحد، وإن شاء الله نفرح بافتتاحه قريبا بإذن الله تعالى. كل التوفيق لكم فؤاد الجغيمان، وأنت المدير التنفيذي لجمعية تفاؤل، كنت معنا عبر سكايب.